كل الناس الوقت بتشتكي، انا دخلي مش مكفي احتياجاتي، اجيب منين؟ اصرف على الاربع عيال اللي عندي منين؟ وادفع ايجار الشقه الايجار مؤقت منين؟ وادفع الفواتير الشهريه منين؟ واجيب مصاريف الاكل والشرب منين؟ واجيب مصاريف دخلة المدارس والتعليم والدروس الخصوصيه منين؟ اللهم اكفيني. هنا بقى هتحتاج الكافي. الكافي هو اللي يقدر يكفي احتياجاتك، مفيش مخلوق يقدر يكفي احتياجات مخلوق. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. دعوا عليك ديون جبال ربنا يقضيها عنك. اللهم اكفني الكافي. اجري على الكافي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله روتين من العيار التقيل فعلا. مش عايزة اقول لكم ان انا مكسوفة اوريكم اللي انتوا هتشوفوه ده، لا انا مش مكسوفة خالص، انا فعلا مصرة ان انا اطلع الفيديو بالشكل ده عشان تاخدي بالك. وهقول لكم اللي حصل. اولا احنا في ايام غلا، واللي بيشتري جهاز دلوقتي كأنه اشترى ذهب، فعشان كده لازم نحافظ على الاجهزة بتاعتنا مهما يعني كلفك ده من مجهود. وهقول لكم على الغلطه اللي انا غلطتها. انا ما كنتش اعرف ان ده هيحصل، يعني اللي انتوا شايفينه ده انا ما كنتش متخيله ده هيحصل، يعني انا مش سايباه اهمال مني، انا مش في دماغي، وزي ما اكون يعني ايه خطأ فعلا. يعني ما تنسيش بقى تدعميني بلايك وتشتركي في القناه لو اول مره تشوفيني، علشان هننضف الاجهزه النهارده، الغساله والتلاجة وكمان الديسبنسر، وازاي نحافظ عليهم. تابعيني في قناه عيشي حياتك دايما، ده يشرفني. عايزه اقول لكم حبايبي، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللي حصل ايه؟ الصيف خلص عادي زي اي حد، لقيت الاولاد كل شويه يحطوا فيشه الديسبنسر وبعدين يشربوا ميه ساقعه وزورهم يوجعهم، فرحت عامله ايه بقى؟ بغشم مني غشامه كده، رحت شايله القاروره بتاعه الميه، وانا كده في دماغي خلاص عشان مش هيستخدموا ميه تاني، وخلاص بقى احنا كده قفلنا الديسبنسر، ونسيت ان انا افضيه من الميه، بتاعته، وكان سهو مني، والحمد لله رب العالمين ان انا اخدت بالي. بقول قاعده كده، فانا بقول ايه، هو انا شلت القاروره، هو معنى كده ان الميه نزلت كلها؟ فرايحه اجرب، لقيت اصلا الميه لسه متراكمه كلها من فوق لغايه ده كله. وطبعا ربنا يرحمنا، ده الميه، ده تراكمات وترسبات الميه لانها ركمت فتره كبيره، وده بصراحه شيء مرعب، يعني مش عارفه ايه ده اساسا، وحتى دي ميه فلتر على فكره، فلا حول ولا قوه الا بالله. التراكم بتاعها عامل الالوان والحاجات دي، بس الميه ما كانش لها اي ريحه وحشه خالص، ريحه ميه عاديه، ولكن عملت الترسبات دي. هنضفه بقى ازاي الديسبنسر؟ اول حاجه شلت الحاجات المترسبه اللي هي مريمه كده، شلتها بحاجه نظيفه، وبعدين جبت معايا ملح ليمون، وجبت كربوناتو، وهجيب معايا خل، وهي دي الطريقه اللي انا بعمل بيها دايما تنظيف دوري للديسبنسر او الكولر. ليه؟ علشان مهما تنضفي فيه المجاري بتاعته من جوه، واللي هي بتنزل الميه بيترسب فيها الحاجات دي، فلازم ننضفه كده على طول، ولكن اهملت الفتره دي لان ما نستخدموش يعني. فقلت بقى هفضيه تماما من الميه، لما تيجي بقى تشيلي الديسبنسر مش هتستخدميه تعملي كده. فرحت بقى كده يا بنات، جبت ميه مغليه، حطيت على الحاجات دي، راحت عامله تفاعل بقى محترم كده علشان يشيل اي بكتيريا وينضف فعلا كويس جدا. طبعا الميه دي كلها بتنزل في المواسير بتاعه البتاع، او الحاجات اللي بتنزل الميه منهم، الموصلات بتاعته، وبتنزل الميه زي ما انتم شايفين كده، بتنضفه من جوه. طبعا انا ما سكتش، ما عملتش مره ولا اتنين ولا تلاته، ده كذا مره في التصوير بقيت انزل الميه دي. لما نزلت وجبت بعد كده سبونشه فيها صابون قليل قوي، علشان مش عايزه اكتر الصابون في المجرى بتاع الديسبنسر من جوه، عشان يعني بعد كده يبقى سهل الشطف، يعني مش يسيب لي صابون كتير. برضو بميه سخنه تاني، عايزه اقول لكم قعدت اعقم فيه بطريقه رجعته جديد تماما. والله يا بنات عايزه اقول لكم يعني الديسبنسر ده من الحاجات اللي نفعتني قوي، وخاصه في فصل الصيف، بدل بقى اللي هو كل شويه نملى ازاز ميه والازاز فضيت وملوا ازاز، او الكولمان كان عندي الكولمان برضو، الكولمان فضي املى كولمان، لكن ده بحس ما شاء الله تبارك الله بيسهل فعلا. هو ده كنت جايباه قبل غلا الاسعار ب2700، ودلوقتي حد جابه ب5000 وشويه من فتره يعني مش بعيده، برضو مش عارفه دلوقتي عامل كام. كل مرة اجي ارجع الاجزاء بتاعته اتلخبط، لما اجي اغسله يا ترى دي بتتحط كده ولا كده، واقعد بقى متلخبطة كل مرة. تمام، فهبدأ الف بيها لغاية لما تثبت بقى على وضع معين. واول حاجة اللي هي الطربوش اللي فوق اللي هو لونه رصاصي ده، ما كنتش الاول بعرف افكه خالص، بس بتضغطي لتحت، بتكربي كده كربة لتحت، وبعدين تفكي ضغطة واحدة بيروح مخلوع معاكي. ده واحنا بنخلعه في اول الفيديو زي ما انتوا شفتوه يعني، كان بيغلبني برضو، وكنت بقول لا ده اكيد ده بيتشال، اكيد ده بيتنضف، وفضلت وراه فعلا لما شلته.
اهم حاجه ان احنا نحافظ على الاجهزه بتاعتنا يا بنات اول باول، واللي عنده جهاز يعني تبارك الله دلوقتي يحافظ عليه فعلا. هو المفروض ان احنا حتى لو الحاجه رخيصه المفروض نحافظ على الحاجه اللي عندنا، بس دلوقتي يمكن لو انت تعبانه وانت مرهقه مكسله تعملي دوره الخل بتاعه الغساله، مكسله تنضفي الغساله، ما تكسليش بقى، ما تكسليش، لان بصراحه دلوقتي الصيانه غليت والحاجه غليت، والحاجه ما بقيناش يا بنات لاقيين جودتها زي الاول. وده للاسف الشديد، انك لما بتروحي تجيبي حاجه يقولك ده كمان جودتها والخامه بقت اقل، ورغم ان السعر غلي، ودي مشكله كبيره. نيجي بقى على الغساله بتاعتي، ربنا يبارك لي فيها ويبارك لكم في غسالاتكم جميعا. اول حاجه لما باجي بنضفها، التنظيف ده يا بنات بعمله كل اسبوعين، يعني كل اسبوعين بعمل كده. فاكرين لما كان الدرج بتاعي بتاع الغسالة فيه صدى؟ فاكرين المتابعين؟ لو لقيت لقطة هجيبها لكم هنا. يا رب يبارك لها حبيبة قلبي، يا رب يبارك لك يا رب، اللي قلتي لي حطي لها فلاش هيروح الصدى ده. كان فيه يا بنات اللي هو جسم الغسالة البلاستيك نفسه، الدرج كان لونه صدى كله ومش راضي يروح تماما، وحطيت له ملح ليمون وكربونات وخل وكلور، مفيش فايدة. فقالت لي بصي في تعليق واحد بس، اعمليه بفلاش. فجبت فلاش، مع اني ما بستخدمش فلاش صراحه، ولا في الحمام ولا في اي حاجه، بنضف الحمام بكلور عادي. فجبت الازازه، وفضلت الازازه عندي مركونه والله يمكن شهر، كل لما اجي اعمل اكسل. فقلت لما اجرب، عارفه اللي هو يعني انا مش مقتنعه والله حبيبه قلبي سامحيني، مش مقتنعه ان هو هيروح فعلا. ولكن بحط الفلاش يا بنات، ايه ده، انا مش مصدقه، انا مش مصدقه، الدرج رجع تاني لونه طبيعي وبمنتهى السهوله. مش هقولك قعدت ادعك بقى، لا، ده انا بمجرد ما حطيت الفلاش دوبه كده، ومش عارفه ازاي اصلا، حاجه كانه سحر. بعد كده بقى لما الدرج رجع جديد كده ما شاء الله، يعني بقى شكل الغساله يفرح. كنت الاول حاسه انها ادمت ومتضايقه منها، وكل ما افتح احط مسحوق اتضايق. المهم لما بتشيلي بقى الدرج بتنضفيه كويس من رواسب المسحوق، وبعدين شايفين بقى الاماكن اللي جوه دي بيكون متراكم فيها مسحوق. ولكن لو لاحظتي لما كنت بعمل معاكم تنظيفات الغساله كان بيبقى فيه تراكم مسحوق كتير الاول عن كده. ليه؟ لان كنت دايما بحط المسحوق في الدرج. بقالي فتره بستخدم يا بنات المسحوق جوه الغساله نفسها. ممكن لو علياء او العيال عملوا دوره بينسوا يحطوها في الدرج، ولكن انا في الغالب بحطها جوه الغساله، بتنضف الهدوم اكتر وبتحافظ لي على الدرج من الترسبات والتكتلات والحاجات دي. نيجي على دورة الخل المهمة جدا لأي غسالة أيا كان نوعها، عشان تنضفها لك من جوه وتطلع لك بقى رواسب المسحوق اللي ماسكة فيها والاتساخات. أكيد في حاجات مترسبة، فبتروح بإيه؟ بالثلاث حاجات دول، نفس الحاجات اللي حطيتها للديسبنسر، ملح الليمون والكربونات والخل. تمام التمام. اول حاجه عشان تعملي ده نظام غساله LG، الزرارين اللي هم على اليمين تحت بتحطي صباعينك الاتنين على الزرارين دول في وقت واحد. دوره الخل دايما في غساله LG بتبقى مدتها ساعه وتلت زي ما انتوا شايفين. اول لما بتبدا تجمع كده وخلاص وادتني الوقت التوقيت بتاعها، ببدا افضي ازازه الخل في الثلاث فتحات. وده المهندس بتاع الصيانه هو اللي قال لي اعملها كده لما جالي، وهو اللي قال لي يا بنات برضو احط ملح ليمون وكربونات. يعني هم اصحاب الشركه وعارفين ان ده مش غلط ولا اي حاجه، عشان حبايبي بيقعدوا يقولوا لي ايه يا ام عليا ده هيبوظها ازاي، ملح ده غلط على الغساله، ولا غلط ولا اي حاجه. وكان عندي غساله قبل دي بس غيرتها عشان كانت 5 كيلو يا بنات، يعني كانت 5 كيلو ما بتاخدش حاجة خالص يعني. كنت دايما بعملها من أول ما اتجوزت كنت بعملها بنفس الطريقة دي. وزي ما انتوا شايفين طبعا نزل كمية بقى رغاوي منها ونطفت وبقت ريحتها زي الفل. تفتحي الباب كده عشان تتشرب بعد دورة الخل، والحركة دي مهمة بعد الغسيل نفسه عشان تحافظي على الغسالة دايما كده. الجوان بقى بتاع الغسالة اللي هو الجلدة دي، بتجيبي اي فوطة كده او اي مناديل وتلفيه ايديكي كلها في الجوان داير ما يدور كلها كده، بيطلع منها اتساخات. بعد دورة الخل دي تشيليها على طول زي ما انت شايفه كده. شايفه ده طالع من الغسالة، والله هي غسالة يعني بتغسل هدوم متسخة، يعني فيها ترسبات واتساخات. وهو ده اللي بيخلينا بنشم ريحة كمكمة في الهدوم مش ريحتها حلوة، والله حطيت معطر وغسلت والهدوم مش نظيفة، الهدوم طالعة معايا ملطشة، الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. وطبعا في تحت فلتر، بس اللقطة دي ما جاتش يا بنات، في فلتر كده يعني انا صورت اللقطة وفعلا شلته في الاخر بعد لما دورة الخل خلصت خالص. رحت فاتحة الدرج اللي تحت وفكة البتاع، هو زي غطا الجيركن كده، بيروح مطلع مية بقى والزراير وحاجات بقى بتبقى خرز متقطع من الهدوم، اتساخات، حاجات كده رواسب، وبتسلك الغسالة وبتساعد برضو على عمر الغسالة ان هو يكون اطول. ولكن وانا بصور كنت ظاهرة خالص فيها، ما عرفتش اشيلها في المونتاج يعني.
طيب نيجي بقى دلوقتي على تنظيف الغسالة، وده كان تنظيف عندي صراحة قبل كده، ولكن أنا في اليوم ده فعلا حرفيا ما كنتش قادرة أصور وأنا بعمل غسالة. أنا كنت واخدة قرار أنا هعمل النهاردة خلاص، أنا كفاية كسل، هنضف ال3 حاجات دول. وكنت بدأت بالديسبنسر وأنا قاعدة أبص له كده، يعني كانت الفكرة أوحت لي هو ده مش في مية من جوه، طب ما أروح أجرب. فلما جربت بقى لقيته كله مية، فقلت طب يلا بقى ندخل على الغسالة وندخل على التلاجة، علشان بصراحة الواحد كل لما بيشوف الأسعار بيقعد يحترم الحاجات اللي عنده. طلعت كل محتويات التلاجة في اليوم ده، كل العلب، مش هي العلب دي بس، طبعا كان عندي علب كتير حاجات عايزة تتغسل، وحلل باقي فيها حاجات وأطباق، وظبطت بقى اللي عارفين بقى الحاجات اللي ايه، شوية جبنة باقيين، شوية زيتون مش عارفة على ايه باقيين، ونقعد بقى كده. فرحت بقى مطلعة الحاجات دي كلها ومظبطة الدنيا، ومطلعة الأرفف بتاعتها، وغسلت وتلاجتي نوعها ايه يا بنات، نوعها توشيبا. على فكرة توشيبا ماركة محترمة وكويسة جدا كماتور، كتبريد، كعمر أطول، هي حلوة. ولكن لما تيجي بقى حبيبتي اللي متابعيني جداد، أنا كنت بتكلم على تلاجة توشيبا 3 باب. ما تتخميش في شكلها، يعني هي شكلها شكل حلو اوكي، وتقعدي بقى تتخيلي الله فريزر لوحده، الله مكان للخضار لوحده، ودرج لوحده، وتحسي بقى الدنيا ده انت كده قمة النظام. ولكن بالعكس، هي من التلاجات النوع السهل الممتنع، اللي هو ايوه انا هستخدمها، ولا بتيجي تستخدمها على ارض الواقع تلاقيها اصلا كنزه كده من جوه، مع انها 16 قدم. وما تعرفيش تحطي الحاجات فيها، ومحتاجه بقى نظام قوي، يعني عارفه اللي هو محتاجه واحده ما عندهاش عيال اساسا، اللي هو 100 ايد بقى على التلاجة، وده يفتح وده يقفل وده ياخد وده يشد. لا يعني عايزه انت بقى لوحدك وتحطي الحاجه زي ما حطيتيها ترجعي تلاقيها، لا فاكيد طبعا محتاجه مجهود جامد في التنظيم يعني اهي. طبعا شديت الدرج ده، وتطليعه سهل جدا يا بنات، وغسلته على الحوض برضو، لان الدرج ده يعني بنطلع فيه دايما حاجات تفك وحاجات تعمل، فبيبقى محتاج تنظيف. الخلطة دي فيها ايه؟ فيها خل وفيها صابون مواعين. عايزة تحطي عليها معلقة كربوناتو او بيكنج صودا، حطي علشان ايه؟ بتعقم اكتر وتنضف فعلا. وبعدين بعمل التلاجة مرتين، يعني اول مرة بعملها بسبونشة يا بنات وصابون بس، يعني سبونشة فيها صابون مش مية كتير، واروح دعكة التلاجة كلها. وبعدين كمان البخاخة دي في الاخر زي شطف كده، زي تعقيمة، زي تنظيفة، لان اي تلاجة بيكون فيها رواسب، يعني بيكون الاكل واقع فيها، خاصة لو عندك اولاد، عسل مكبوب مش عارفة جبنة واقع منها كده يعني. ودايما تسألوني التلاجة فين يا ام علي، وانتي حطاها فين؟ بالمناسبة يا بنات كل ما اجي اقول لكم انسى. فاكرين لما كنت عاملة فيديو بتاع تنظيف الشقة وقلت لي فين الركنة، راحت فين الركنة؟ الركنة انا كان ايامها الجو برد قوي، فروحت مدخلاها في غرفتي، في عندي كده ركن فاضي، وقعدنا فيها، وقعدت الولاد حواليا، حسيت الأوضة دي أكتر حاجة دفى، لأن الصلاة برد برد بطريقة غير عادية، وأنا مش عايزة أشغل دفاية ولا ولعة ولا شالية ولا الكلام ده خالص، ليه؟ علشان صدرنا والكحة، فقلنا نتلم كده وندفي بعض. بعد كده حسيت الأوضة زحمة، رحت مطلعة 2 بس حطيتهم تحت الشباك عند الديسبنسر كده، حطيت 2 تحت الشباك بره في الصالة، وخليت الركن اللي هو حرف ال الصغير ده جوه برضو في الأوضة، يعني عشان ايه؟ نقعد فيه وكده، وفرشت كده الأرض والأوضة دافية وجميلة يعني. اهو يا بنات ما شاء الله التلاجة كلها زي الفل. حافظ على تلاجتك، ما يعني بصي في حاجات ممكن نكسل عليها، بس الحاجات دي لو كسلت عليها مرة على مرة على مرة بتبوظ معاكي، وعمرها بيقل ورونقها كده بيقل يعني، فلازم نحافظ على النعمة اللي عندنا. معلش يا بنات لو متأخرة عليكم في الفيديوهات اليومين دول، بس ان شاء الله بإذن الله، والله عشان انا بصور، عايزة اصور وانزل ورا بعض الحاجات دي، علشان احنا داخلين على دراسة، فبخلص كل اللي ورايا الايام دي. ما تنسيش اللايك حبيبة قلبي. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.